السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شوبير بيصلخ مدحت شلبي وبيوبخه على اللي عمله مع إمام عاشور. بيقول شوبير في الراديو الصبح النهاردة عن تفاصيل إصابة إمام عاشور في معسكر المنتخب، وإزاي وقع على دماغه وإزاي فقد النطق تماما، وقد إيه اللعيبة كانت بتبكي، وإزاي تم إنقاذه بعناية إلهية، ولما فاق كان فاقد الذاكرة تماما. والأهم بعد كل ده إصرار إمام عاشور إنه يلعب رغم كل التحذيرات الطبية، وطلبوا كتابة إقرار على نفسه بيتحمل فيه المسؤولية لو حصل له أي حاجة. حكاية فيها دراما حقيقية، ولاعب عارف قيمة اسم منتخب بلاده منتخب مصر، وبعد كده تلاقي شخص تافه فاقد الحكمة ما يحترمش سنه بيسخر من لحظة زي دي فيها إصابة. أي حد في الموقف ده بيتم المواساة ليه، وبيتم تقدير الموقف ليه يعني. إنما مع مدحت شلبي بيستدعيها في مقارنة سطحية وتافهة مع لاعب من السعودية، مقارنة غبية. بيقول كمان محمد فارس إن كلام طارق السيد واحد بيسف على نفسه، يقصد ان طارق السيد مفكر نفسه نجم وبيقارن نفسه بمعلول، فبيقول له اصلا مبدأ وضع معلول في مقارنة مع طارق السيد زي ما قارن الموسيقار محمد عبد الوهاب بحمو بيكا. طارق السيد له تاريخ في الزمالك فقط، بس لا يتقارن كلاعب دولي او لاعب متكامل او مؤثر رقميا مع اساطير زي معلول او سيد معوض حتى او محمد عبد الوهاب او جilberto. دول اساتذة لطارق السيد في مركز الباك الشمال. طارق السيد بحقده على الاهلي وعارف انه كلامه ومهاجمته للنادي الاهلي بيبقى هو في محور الضوء، فعايز يفضل متسلط عليه الضوء، فبالتالي بيكمل زي رضا عبد العال الهجاص في مهاجمة الاهلي والتقليل من لعيبته.